عارف نقطة النور اللي في نهاية أي نفق ضلمة؟ إسماعيل. لا، ما كانش النفق كان نقطة النور. المهم، فاكر لما قلت لك ان بعد ما احتكار محمد علي اتلغى الحال اتدهور ونزلت من 7 سما ل7 ارض؟ مش فاكر؟ طب روح اسمع الحلقات دي. زي ما اتأثرت الزراعة والصناعة والتجارة، كمان التعليم اتأثر. ففي عهد عباس وسعيد اتقفل جزء من المدارس. وفاكر البعثات اللي الباشا كان بيبعتها بره عشان المصريين يروحوا يتعلموا ويرجعوا تاني؟ برضه اتقفلت ووقفت. وبقى في مدارس للاجانب، فبقت مصر عامله شبه صينيه الكيكه، نص محروقه ونص مش محروقه. طب واسماعيل يا رسلان ما عملش حاجه؟ بالعكس، ده هو اللي اهتم بتعليم البنات وعمل لهم مدرستين في القاهره، واهتم بمدارس الابتدائي ومدارس السنة، وبدأ يشجع الناس يدخلوا عيالهم المدارس عن طريق الحفلات اللي كان بيعملها آخر السنة، شبه حفلات التكريم كده. وكان بيحضرها كبار رجال الدولة اللي كانوا بيسلموا الجوائز بنفسهم للطلاب من باب التشجيع. أما بقى بالنسبة للثقافة، اتدهورت بعد ما لغى نظام الاحتكار بالتحديد في عهد عباس وسعيد. هتقولي طب واسماعيل يا رسلان؟ حفظتك. اسماعيل بقى هو اللي حاول يبني لمصر شخصيه ثقافيه، فعمل جمعيات كتيره جدا زي جمعيه المعارف والجمعيه الخيريه الاسلاميه والجمعيه الجغرافيه. ما تنساش الجمعيه الخيريه الاسلاميه دي كانت مهمتها مساعده الفقراء عشان يدخلوا المدارس زي مدارس الاجانب، عشان ما يبقاش فيه جانب محروق وجانب مش محروق. وكمان اسس دار الكتب وعمل جرايد وصحف علميه وادبيه، فده ادى لتفتيح عقول الناس. وكمان اسماعيل كان السبب في النهضة التعليمية والثقافية اللي حصلت في مصر، وكمان كان السبب في ظهور علماء في كل المجالات. مش قلت لك دي نقطة النور اللي في آخر النفق؟ طب ما حلو اهو رسلان، ده كده اسماعيل طلع زيه زي محمد علي بصحيح اهو. هقول لك مش قوي، لأنه برضه كان سبب كبير في وجود الأجانب في كل ركن من مصر، فبقى في جرايد أجنبية وبقى في مدارس أجنبية وبقى في موظفين أجانب، وبقت مصر بتقلد أوروبا في كل كبيرة وصغيرة، سواء كان اكل او شرب او لبس. طب ايه الوحش في كده يا رسلان؟ ما دي حاجه حلوه ان احنا نبقى شبه اوروبا. هقول لك جاوب انت بقى المره دي في الكومنتات. سلام.